نقول بقى عندها ايه؟ عندها عشان نعرف الناس دولت كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم مفيش حاجه، نعرف الدنيا فيها ايه. واحد، كلمه مصر معناها مليون كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر ابيض وبحر احمر، 1100 كيلو متر نهر النيل، 450 كيلو متر اذرع نهر النيل، 162 كيلو متر قناه السويس، 11 بحيره طبيعيه، اكبر بحيره صناعيه بحيره السد العالي 500,000 فدان. الدوله الثالثه على مستوى العالم في الثروه المحجريه، دوله في سيناء فيها مسارين مش موجودين، زي الكعبه المشرفه موجوده في مكه وقبر الرسول الكريم في المدينه. انت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها، مسار خروج اليهود ومسار العائله المقدسه ستنا مريم والسيد المسيح عليهما السلام، موجودين عند حضرتك لم تستغلهم. عند حضرتك تلت اثار العالم اللي موجوده في مدينه واحده حضرتك اسمها الاقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصيه عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناه السويس. صحيح. عند حضرتك دوله اقدم 3 دول في العالم، مصر والصين واليونان. عند حضرتك دولتين في العالم منذ بدء الخليقه حتى الان لم يتم تغيير الحدود بتاعتهم، مصر والصين. انت مش عارف تدير. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه و10 11 مليون مواطن بره. ده كله البدلاوي في الفتره الزمنيه دي. هقول لحضرتك اعمل عشان ما نتجناش. لا هقول لحضرتك عشان ما نتجناش عليه. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه، مش كده؟ منهم 48% منهم في سن الشباب والعمل، اللي هو من سن ال 18 ل 55 سنه. دول الاتحاد الاوروبي جت سنه 2001 ال 12 دوله قالوا انضموا 15 علينا. ليه؟ عشان عيونهم خضراء؟ لا، لان كان السياسه اللي كان بيتبعها في تحديد النسل خلال الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي افرزت على ان مرحله الشباب اللي هو الوقود بتاع العمل مش موجود عنده، اضطر يجيب الناس الثانيه دول. تمام؟ انت عند حضرتك ده كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد، كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد، كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد. اذا كنا النهارده بنشرب شاي 7 ايام نشرب 5 ايام لغايه ما نبني بلدنا. اذا كنا بنشرب قهوه 7 ايام نشرب 4 ايام. اذا كنا بناكل لحمه 4 ايام ناكل لحمه 3 ايام. هنجوع يعني؟ نجوع.